والله احنا لو بنتكلم عن اكتر لعيبه انجليز لعبوا ماتشات في تاريخ دوري ابطال اوروبا، فانا مش عارف الحقيقه ابدا منين. طب خليني اقول الجولدن بوي وين روني رقم 8. طيب خليني اروح على ريو فيرديناند رقم 7. اوكي، هقول سكولز، بول سكولز طبعا رقم 1. اوكي، منطقيه الصراحه، بول سكولز لعب كتير قوي. طيب خليني اقول بقى ستيفن جيرارد، مش موجود، كنت حاسس والله ان هو مش موجود. طيب لامبرد، ناخد بقى الباكج بتاعه جون تيري. اوكي رقم 3، تيري يلعب اكتر من لامبرد. اشلي كول رقم 4. طيب بيكهام 5، كويس جدا جدا جدا. مفاجأة ان ستيفن جيرارد مش موجود عشان ليفربول ما كانش في افضل فتراته يعني. بس برضه بصراحة يعني ما توقعتش ان هو ما يبقاش موجود في الليست خالص. طب خليني اقول ما فيش حد من الجديد اتوقع. مش عارف، عايز اقول جو هارت ليه. ماشي مش موجود، كأننا ما قلناش حاجة. ممكن اقول مثلا، اقول مين؟ طيب حد من العتاولة القدام ولا مين؟ نفكر مع بعض وناخدها بالعقل. سول كامبل مش موجود. سول كامبل. هاري كين، انا ما قلتش هاري كين صح؟ مش موجود. اوكي اوكي اوكي. ما هو هاري كين برضه مع توتنهام ما لعبش كتير برضه. منطقية. جاري نيفل. جاري نيفل رقم 2. واو، ده انا كنت مسقطه اصلا. دي مفاجأة بالنسبة لي. تاني اكتر لعيب انجليزي لعب ماتشات في دوري ابطال اوروبا. سبحان الله. طيب انا ممكن اقول مين تاني بقى؟ انا عايز اجيب حد من اليونايتد، ما هو غالبا هيبقى في اليونايتد برضه. طب حارس مرمى، مفيش حراس مرمى خالص في الليسته بتاعتنا دي. ده مفيش ولا حارس مرمى فيهم. مش عارف. انا مش عارف اقول مين. قلت ديفيد بيكا، مايكل اوين، بس ما توقعش مايكل اوين. ما ينفعش. هجرب بقى حد من القديم بوبي شارلتون مثلا. ولا الناس دي مش موجوده اصلا معانا؟ مش موجودين اصلا معانا. فلا خلاص، انا مش لاقي اصلا اسم اقوله، فاهم؟ مش على بالي اسم، لان اللي هقوله هيبقى حاجات مش منطقيه خالص. فيتبقى لدينا بقى 2 لعيبه. عايزك تركز وتصحصح معايا في الكومنتات وتقول لنا مين هم اللعيبه اصحاب المراكز التاسع والعاشر في الليسته بتاعتنا.